تحديد يانا لأ مع بداية عام 2021، تحديدا يوم 31 يناير على حد كلام إحدى الرسائل اللي اتبعتت لعملاء عالم عمرو دياب في شبكة فودافون. الهضبة بيتعاون في الألبوم ده مع عدد كبير من الشعراء، أبرزهم أيمن بهجت قمر والشاعر تامر حسين والشاعر هاني رجب، واللي كتب لعمرو دياب قبل كده أغنية حبيبي من ألبوم عبد الناس في 2017. الشاعر محمد الآياتي صاحب أغنية الجو جميل، تحيرك، وكتير من الأغاني الناجحة مع نجوم آخرين في الوطن العربي. الشاعر الكبير بهاء الدين محمد وعودة حميدة لألبومات عمرو بعد غياب أكتر من 7 سنين من وقت آخر تعاون ما بينهم وأغنية تخيل. الشاعر خالد تاج الدين مشارك أيضا في ألبوم عمرو دياب بأغنية وحيدة. والمستشار تركي آل الشيخ مشارك بأكتر من أغنية، منهم أغنية محسود واللي عمرو غنى منها مقطع في آخر حفلة ليه. جو جميل محسود على لسه فاضل شهر ونص على صدور الألبوم، ممكن في اللحظات الأخيرة أغنية جديدة تدخل أو حاجة تخرج. كل دي أسرار مفيش حد يعرفها غير واحد بس.